اليوم راح أجرب أغرب 3 منتجات حامضة، وها هي ردة فعلي بعد ما جربت أغرب منتج حامض بالعالم. أو هسه راح نبلش ويا أول منتج، ولكن قبل ما نبلش ويا أول منتج لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة حتى تستمتعون ويانا. ولكن قبلها راح نقيم. أول شي التقييم على الحموضة، نشوف هذه حامضة من 10. ثاني شي شكلها، وثالث شي راح تكون ويا الصلصة. هاي الصلصة طبعا من 3 لامندوزي وسماق ودبس رمان وليمون، اللي هن أحمض أشياء عندنا تقريبا. وهسه راح نبلش ويا أول منتج، اللي هو أنه هذا المنتج مثل ما قاعد تلاحظون. وهسه راح نبلش طبعا نفتحه من هنا. اوه شنو جامد. شوفوا شكله، اول شي تشوفون شكله والله مبين حامض. ناخذ بس وحدة، بيه هو 5 قطع هذني ما قاعد تشوفون. هسه راح نجرب بس وحدة، راح نجرب وحدة خالية نشوف حموضتها. طبعا شكلها صدق ديزاينها بالداخل نقيم الشكل قديم، تقول ابو 2 بربع، فشكلها جدنا هيك يعني قبل ما هنا بالتيسات. فأعطيها عالشكل راح أعطيها 5 من 10 شكل. هسه نجرب أول وحدة. والله حامضة بقى. خل أوصف لكم الطعم. أدري هسه قاعد تمطقون وياي، ولكن شنو طعمها؟ بالبداية حموضة، والدور تجيك بالأخير هيك حلا. ليش؟ لأن هي نكهتها بالعنب، بالعنب والله حموضتها قوية. هسه نروح ويا الصلصة اللي هي هاي. اوكي، ويا الصلصة الحامضة. 1 2 3. والله حامضة يا الحموضة اللي بيها قوية يا ابويا، مو حموضة ضيم. طبعا اعطيها بدون خالية هيك واحد، هي اعطيها 7 على المستوى الحموضة. اما بالمستوى مع الصلصة اعطيها، اذا نحكي احنا على الحموضة اعطيها 8 من 10 بالحموضة. فهسه قيمنا هذا المنتج اللي اسمه سيور جوست كاند، هذا اسمه هنا كوست. المهم هو هذا اسمه. هسه نحطهن هنا طبعا هذني نرجعهن. وطبعا طلع لكم التقييم مالته اللي هو هنا او هنا. المهم هو راح يظهر لكم. هسه نروح لكم للمنتج اللي بعده، واللي هو المنتج رقم 2. وكل شوي قاعد نزود بليفل الحموضة. هسه نروح للمنتج رقم 2. وهسه المنتج الثاني اللي هو حب الشمس، اللي هو هذا ولكن بطعم الليمون او الحامض. ما قاعد تشوفون لأنه واضحة طعم الحامض. هسه نفتحه. طبعا اكو هواي منتجات حامضة، ولكن يعني ردت غريبة وان شاء الله تطلع طيبة. ما ينفتح وطشرنا، ولكن عادي. هذا شكله من الداخل. هسه شفتوا شكله. هسه نجرب الحباية الحموضة مالتها.
مو أكثر شيء ريحة الليمون، أكثر شيء بالليمون، يعني هو أدرى بالليمون ولكن ريحته أقصد طعمه الطيب. أول شيء نسيت الشكل، هو حب بالتشيس عادي شكله أخضر أو لو أصفر أحلى يدل على الليمون، ولكن الطي شكله 3/10. تقييمه الطي 3/10. بدون حموضة طبعا. الطي بدون الصلصة الطي 6/10، يعني طعم الليمون كلش قوي ويا الصلصة. مو بس حامض، دين الحامض أقوى من هذا، صح؟ أقوى من هذا المنتج ويا الصلصة، والله أقوى. مستحيل هذا ينوكل ويا الصلصة. بدون صلصة مو كلش طيب، بدون صلصة ويا الصلصة لا. فأعطيه تقييم بدون صلصة قلنا 6/10، مع الصلصة كحموضة أعطيه 9/10، كلش حامض. هسه قلنا نروح للمنتج اللي بعده، وهذا طبعا المنتجات نحطهن هنا. هسه نروح للمنتج الثالث واللي يقولون أقوى حموضة بالتاريخ والأخير اللي هو، وهسه اللي هو هذا وياه. هذا المنتج اللي أقوى، بس هيك حتى ياخذ وقت. هذا أقوى حامض أو أقوى حلاوة حامضة بالتاريخ يقولون، مو بالتاريخ بالعالم. أوكي هنا مكتوب الصناعات بالصين، صنع في الصين. هذا خلينا نشوف هذا بيا دولة. عندنا هذا أين صنيع. هذا عندنا صنع باليابان، صنع مادي ان جابان. اوكي عندنا هذا مبين بالعراق، لا صنع في تركيا، ما واضح ولكن هو هذا بتركيا الحال. هسه نجي الأهم منتج عندنا بهاي الحلقة اللي هو هذا مثل ما قلنا. اوكي هذا أقوى منتج حامض بالتاريخ. والله ديزاينه حلو، متعوب عليه. شوفوا من برا كافة هيجي، شوفوا شوفوا هيجي من قلتلكم متعوب عليه. شوفوا صدق هاي ممكن تكون أحمض شي. عندنا كم وحدة بالكيس؟ 3. حلو عندنا 6. ناخذ هسه وحدة، أي وحدة. هسه هاي راح نفتحها. انفتحت. هذا شكلها من الداخل تشبه أول منتج. أوكي ولكن هاي حمرة أكثر وتغليفها أحلى. هاي أعطيها على الشكل والتغليف، أعطيه والله تعبانين عليه الديزاين، ولكن أكو بعض الهوسة هنا، فأعطيه 8/10. هسه فتحناها وراح نجرب. حموضتها تاريخية بدون صلصة. نسوي الصلصة، هذا يطلع شكلها بسم الله. هي بدون صلصة وكلش حامضة. يا ابويا والله حامضة والله. خلاص تقييمها على السريع. نجي نعطيها، قلنا كتغليف حلوة كتغليف، اعطيناها 8/10. نجي بدون الصلصة اعطيها هم 8/10 حموضة، مع الصلصة 10/10. والله اقوى شي حامض ضبطه بالتاريخ اللي هو هذا ويا الصلصة، حامضة كلش.
ما ادري الصدق ما ادري، ولكن حامضة حلو. هسه طبعا جربنا وياكم اغرب 3 منتجات حامضة، اللي هو هذا وهذا وهذا مثل ما قاعد تشوفون. هاي يس واضحة عندكم هذين 3 منتجات نحطهن هنا. هسه اعطيناهن تقييم، ولكن هسه راح يطلع المجموع مالت هذا هنا فوقه، يطلع مجموعة فوقه وهذا مجموعة فوقه وهذا مجموعة فوقه، وانتو شوفوا يا هو الفائز. انا اتوقع 100% هذا الفائز، لان هذا اقوى شي حامض ضقته ويا الصلصة. وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، واتمنى عجبتكم الحلقة، وقاعد نحاول نطور المحتوى، وان شاء الله يعجبكم وراجعين لكم محتوى اقوى واقوى، ونحاول نغير المحتوى العراقي كنا سويا. فلا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وبيسي.